فنانات وقعوا في مصيدة عمليات التجميل. أغلبية الفنانات بيحبوا إنهم يظهروا في أجمل صورة قدام الجمهور وعلى الشاشات، علشان كده في بعض منهم بيلجأوا لعمليات التجميل علشان يكون شكلهم أحلى. لكن للأسف كتير منهم دمرتهم عمليات التجميل، والبعض الآخر أصبح شكله مختلف جدا لدرجة إنه بيحس إنه شخص تاني. في فيديو النهاردة هكشف لكم عن فنانات قاموا بعمليات التجميل وندموا أشد الندم بعدها. الفنانة حورية فرغلي. تعتبر الفنانة حورية فرغلي هي بطلة القصة الأطول والأشهر في عالم التجميل. حورية فرغلي عملت 11 عملية تجميل، كان آخرها في أمريكا، وخضعت حورية لعدد من العمليات قبل ما تسافر أمريكا. عملتها في أنفها اللي اتحطم بعد ما وقعت من على الحصان لما كانت بتتدرب على الفروسية من عدة سنوات. بعد ما اتحطم أنفها عملت كذا عملية علشان يرجع أنفها لشكله الطبيعي، لكن للأسف العمليات فشلت وتعرضت حورية لمشاكل في التنفس، يعني أنفها أصبح مشوه، وكمان ما كانتش بتتنفس بشكل طبيعي وملامحها اتغيرت. أصبحت حورية في حالة نفسية سيئة جدا، ومن فترة سافرت أمريكا وعملت عملية تجميل أخيرة، والحمد لله أصبح شكلها أفضل وقدرت تتنفس بشكل طبيعي. وقالت حورية فرغلي في تصريح ليها إنها ما كانتش بتقدر تتنفس أو تشم، لكن بعد آخر عملية ليها أصبحت راضية جدا عن شكلها وحالتها النفسية اتحسنت وبتتمنى ترجع للفن مرة تانية. الفنانة غادة عبد الرازق. أكدت الفنانة غادة عبد الرازق إنها ندمت على حقن وشها وشفايفها بالفيلر، ولكنها راضية على إجراء العملية اللي عملتها في أنفها. وقالت غادة: مررت بفترة نقص فيها وزني كثيرا، وكان كل من يراني يقول أن عظام وجهي أصبحت بارزة، لذا قررت أن أحقنه قليلا لأخفي الهزال، لكن ملامح وجهي تغيرت تماما ولم يعد يبدو جميلا. الفنانة ميسرة. قامت الفنانة ميسرة بعدة عمليات تجميلية، بدأت بحقن خديها حتى يتناسب مع وجهها وشكل جسمها بعد تناقص وزنها، لكن للأسف أصيبت الفنانة ميسرة بعدوى بكتيرية اتسببت في تسمم جسمها، واضطرت لفتح وجهها لعلاجه. وفي الفترة الأخيرة خضعت ميسرة لعملية اسمها الأنف الأرنبي، لكنها بعد ما عملت العملية ما عجبتهاش وقررت تعمل عملية تانية في أنفها، لكن للأسف العملية أدت لتهتك في الغضاريف لدرجة إنها ما بقتش بتقدر تتنفس بشكل طبيعي، ودفعت ميسرة أموال طائلة على العمليات دي، لكن للأسف كانت نتائج العمليات على عكس ما تمنت. الفنانة أصالة نصري. أعلنت الفنانة أصالة عن ندمها على حقن وجهها بالبوتوكس، خاصة مع الشعور بعدم القدرة على التعبير بقسمات وجهها. واعترفت أصالة إنها عملت أكتر من عملية تجميل، منها عملية أسفل العينين لإخفاء الانتفاخ اللي تحت عينيها، وعملية تانية في أنفها، والعملية التالتة لتقويم الأسنان، لحد ما وصلت للشكل الأكثر جاذبية بالنسبة لها. واعترفت أصالة بخضوعها لجراحة تجميل لأسنانها في دبي، وكتبت يومها في الحساب الرسمي على تويتر: صباح الخير طيبين، أنا في دبي لأعيد رسم ابتسامتي، لأن الحياة تستحق أن نبتسم لها حتى وإن عاندتنا. الفنانة إليسا. الفنانة إليسا من الفنانات اللي ما نجحوش في عمليات التجميل، لأنها بعد ما حقنت شفايفها بالبوتوكس أصبح فمها مائل ومرجعش لطبيعته. الفنانة نجوى فؤاد. نجوى فؤاد أصبح شكلها مختلف تماما بعد النفخ والبوتوكس لدرجة إنها ما بتعرفش تتحكم في تعابير وشها. الفنانة مها المصري. مها المصري أصبحت ضحية لعمليات التجميل، لأن بسبب العمليات دي تشوه وجهها بالكامل واتغيرت ملامحه. وقالت مها المصري إنها فكرت كتير في الاعتزال علشان نسبة كبيرة من الجمهور انتقدها، وقالت إنها مرت بأزمة نفسية كبيرة جدا بسبب الموضوع ده. نوال الزغبي. أكدت نوال الزغبي إنها ندمت على العملية اللي عملتها في وجهها بعد ما انتفخ وجهها بشكل واضح. نبيلة عبيد.
خضعت الفنانة نبيلة عبيد لعملية تجميل فاشلة في وجهها، وأصبحت تعابير وجهها غير ملموسة، ونالت انتقادات واسعة بسبب الموضوع ده. سعاد نصر. الفنانة سعاد نصر من أشهر الفنانات اللي أثاروا ضجة كبيرة أثناء إجرائها لعملية التجميل، لأنها توفت بسبب خطأ طبي. كان من المقرر إجراء عملية شفط للدهون، وخلال تحضيرها لعملية شفط الدهون تم حقنها بجرعة زائدة من المخدر، والجرعة دي تسببت في دخولها في غيبوبة تامة لمدة عام كامل، إلا أنها توفت في النهاية عام 2007. واستمرت القضية في المحكمة بسبب اتهام عائلة سعاد نصر لدكتور التخدير لأنه تسبب في موتها، واتحكم على دكتور التخدير بحكم مخفف، وكان الحكم سنة مع إيقاف التنفيذ. لبلبة. اعترفت الفنانة لبلبة إنها أجرت عملية تجميل في أنفها لأن بعض أصدقائها نصحوها بكده، وأكدت الفنانة لبلبة إنها ما عملتش أي عمليات تجميل تانية لأنها راضية جدا عن شكلها ومش مهووسة بعمليات التجميل. نانسي عجرم. بالرغم إن نانسي عجرم كان شكلها طفولي وجميل جدا في البداية، إلا إنها عملت عملية تجميل في أنفها وغيرت شكل أنفها بالتدريج، واللي دعمها خلال رحلتها في عمليات التجميل هو مدير أعمالها. ونانسي قالت كده في تصريحات ليها في أحد البرامج السابقة. وبعدها بفترة خضعت نانسي عجرم لعدد كبير من عمليات التجميل المتنوعة، زي عملية تصغير الأنف ونفخ الشفتين وتاتو الحواجب والفيلر ونحت الوجه. الفنانة حلا شيحة. الفنانة حلا شيحة عملت عملية تجميل في أنفها، وأصبح شكلها مختلف تماما بعد ظهورها في مسلسل خيانة عهد. أنا حاسة إن شكلها في الأول كان أحلى. الفنانة هيفاء وهبي. أجرت هيفاء وهبي عملية تجميل في أنفها وشفايفها، واختلف جمالها عن بداية ظهورها في الوسط الفني. الفنانة مايا دياب. الفنانة مايا دياب أحدثت ضجة كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي لما نشرت صورة ليها، وقالت إنها عملت عملية واحدة في أنفها بس، لكن اللي ظهر غير كده بصراحة. الفنانة نجوى كرم. خضعت نجوى كرم لأكتر من عملية تجميل. أولها كان عملية شفط للدهون علشان تحصل على جسم رشيق ووزن مثالي، وعملت عملية تجميل لتصغير وتنحيف الأنف، وعملت كمان عملية نفخ الخدين. الفنانة أنغام. أجرت الفنانة أنغام أكتر من عملية تجميل. أولها عدلت شكل أسنانها والوجنتين، واعترفت أنغام في أحد اللقاءات التلفزيونية إنها عملت أكتر من عملية تجميل علشان تتخلص من العيوب الخلقية اللي كانت بتعاني منها.